من هم الفرق الجماهيريه بصراحه؟ انديه محافظات. انديه محافظات. وصراحه اليوم فريق الغراف مدينه الناصريه لهم ضربت مثال. يعني كانت معروفه انه المنطقه الجنوبيه منطقه محافظه، اليوم حتى العوائل حاضره. اليوم حتى تحس بي كعرس كروي اليوم في مدينه الناصريه. ما ممكن ان يكون فريق الغراف قد يكون هو لديه جمهور كبير، لكن انا اعتقد انه جمهور فريق الناصريه هم نفسهم فريق الغراف. فبالتالي اجواء جميله، ملعب جميل، كل شيء جميل، حتى زائد 3 نقاط. فبالتالي حتى الغراف يعني بصراحه جدا يعني هو اليوم كان الطرف الافضل فنيا، الطرف الافضل من فريق الموصل. نعم هي مباراه تحس بها بعتي بالدور الممتاز، يعني حتى فنيا ما ارتقت على مستوى عالي، لكن الغراف استحق. لكن في مرور الايام وقادم الايام الغراف سيصبح رقم صعب في ملعبه. تعرف انت عندما تملك الملعب والجمهور ممكن ان يعني تاثر على الفرق المنافسه. فبالتالي اعتقد اليوم اللي استحقوا ال3 نقاط، ويعني خلاص احنا نتمنى هيك ملاعب. كيف نتطور بملاعبنا، نتطور بجمهورنا. فبالتالي حتى تشوف النكهه اليوم اليوم الجماهير اللي موجوده اليوم والله شيء يفرح. حتى تحس منظر الملعب، وحتى اليوم في صوره من خارج الاجواء يمكن بطياره خاصه تحس مو بالعراق، دوله اوروبيه، دوله اجنبيه. عكس ما شفناه في المباراتين السابقه اللي هو بملعب المدينه، اللي ملعب كان جميل جدا وبايدينا اصبح الملعب غير جميل. فبالتالي انا اعتقد انه هاي كل الامور، هاي الملاعب، هذا التصوير كله هو قيمه تسويقيه للعراق.